السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايره صحتكم؟ احوالكم؟ نتمنى تكونوا بخير ومرتاحين، وحتى الا عندكم صعوبات ولا خوف راني هنا معاكم وديما معاكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير. معكم فاطمه الزهراء، كوتش مختصه في علاج التشنج المهبلي والخوف من العلاقه الزوجيه. انا اكثر من 7 سنوات وانا كنخدم في هذا المجال، ومعايا قصص نجاح كثيره اللي فعلا كتشرفني وكتفرحني. انا ماشي غير كوتش نظريه، بالعكس خدمت مع نساء عانوا من التشنج المهبلي لسنين طويله. عندي حالات بقات 20 سنة وهي متزوجة وما قادرش تدير علاقة زوجية طبيعية، وعندي حالة أخرى 16 سنة وأخرى 13 سنة. تخيلي معايا هاد المعاناة الطويلة، ولكن الحمد لله معايا حتى هاد الحالات المستعصية تفتحوا فقط في 5 أيام ورجعوا يعيشوا حياتهم طبيعية. يمكن كتسولي نفسك واش معقول وانا اللي حتى الصبح ما نقدرش ندخله؟ كيفاش غادي نقدر على الموسعات وكيفاش غنوصل للعلاج الكامل؟ هنا غادي نطمئنك ونقول لك اييه ممكن وبسهوله، لان المنهج اللي كنخدم به مبني على مهارات عمليه نفسيه وجسديه، كتخليك تدوزي من مراحل ومناهج من الراحه والثقه. ومع كل جلسه كتحاولي تشوفي الفرق، وكتقدري تدخلي الموسعات وحده بوحده بلا الم بلا معاناه، حتى توصلي للمرحله النهائيه وغادي ديري العلاج كامل مع الزوج ديالك. انا عارفه بزاف من البنات كيبقاو ساكنين مع الخوف، كيتسناو المعجزه او كيمشيو عند اطباء ورقات بلا فائده. الحقيقه الحل عندك بين يديك، وما كيخليش سنوات وما كياخدش سنوات ولا شهور، غير ايام قليله. اتبعتي معايا الخطوات دقه بدقه كتخرجي من هذه الدوامه وتولي انسانه جديده. انا هنا ماشي غير كوتش فاطمه الزهراء، انا هنا سندك، انا الامان اللي محتاجه تحسي بيه في هذا الطريق. وكنوعدك مهما كان الخوف ديالك كبير، ومهما كانت حالتك مستعصيه، ومهما كان مشكل التشنج المهبلي واقف في طريقك، انا هنا باش نقولك كوني متاكده باللي المستحيل معايا ما كاينش، وغادي تنجحي وغادي تكتشفي العكس بنفسك من اول خطوه. وبالنسبه للقناه ديالي فراه غادي تلقاي ما شاء الله قصص كثيره ديال البنات اللي عالجت، واصوات حقيقيه ديال البنات اللي عالجت من التشنج المهبلي، ناهيك على الناس اللي ما كيبغيوش انهم يسجلوا ليا الاوديو او لا ما كيبغيوش حتى يكتبوا هذيك الرساله. كنحترم الخصوصيه ديالها، كتخاف من عائله الزوج ديالها او لا كتكون واخده البرنامج ديال العلاج بلا خبر الزوج ديالها وكتخاف انه يسمع الصوت ديالها. فكنحترم الراي ديالهم. وللذكر الناس اولا البنات اللي خدمت معاهم وبدون علم يعني الزوج ديالها، حنا ما كنديروش شي حاجه اللي عيب، حنا ما كان حنايا ماشي كنخونوا الثقه ديال هذاك الزوج، بالعكس هي كتقترح عليه كفكره، هو كيرفض لسببين: يا اما كيكون كيقول لها ان داك الشيء كذوب ومستحيل، وكيفاش انا ديتك الاطباء معروفين وما لقاولكش حل، وكيفاش كوتش كتخدم غير في التليفون وما كتشوفيها ما كتشوفك قادره تعالجك من التشنج. فكيجي هذاك الشيء بيزار، كيبقى يقول هذا الشيء غير كذوب. اولا الفكره الثانيه كتلقى دوز معاها 6 سنين 7 سنين 10 سنين 8 سنين حتى الازيد من 14 عام 15 عام ومازال كينتظر انه هو اللي غادي يفض هذيك البكاره. كيف يعقل انك ضيعتي نص من عمرك وعمرها ومازال كتنتظر انك انت اللي تفض البكاره؟ راه التشنج المهبلي ماشي مرض عضوي باش غادي يتعالج بدواء، راه مرض نفسي اكثر من عضوي. فكيفاش انت دوز 14 عام معاها و7 سنين 8 سنين 3 سنين وعامين وكتنتظر انك نتايا اللي غادي تفض هذيك البكره؟ للذكر هذا الشيء باش حنايا كنخدموا مع هذوك البنات اللي ما كيبغيش الزوج ديالها، وفي هذه الحاله كتعالج وكتسير حياتها
طبيعيه. والاشاره، حنا ما كنقصوا حتى من شي واحد، حنا ما كنقصوا من خدمه حتى شي واحد. كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد عنده طريقته كيفاش كيعالج. ولكن بزاف ديال البنات، بل الالاف اللي ما شاء الله عالج كيدخلوا عندي فكيقولوا لي انهم مشاو للاطباء اللي معروفين بلا ما نذكر الاسم ديالهم. و وخليه المال اللي كيضيعوا بزاف ديال الملايين بدون جدوى. حنا ما كنهضروش على الفلوس هنا، حنا كنهضروا على نفسيه المتشنجه مسكينه، كيفاش كتحاول مسكينه انها تحط واحد المبلغ باهظ اللي كتنقصو من الاكل ديالها، من الشرب ديالها، من الملابس ديالها، من احتياجاتها، كتاديها لهذوك الاطباء، بالتالي كتخرج بدون جدوى، ما كاينش علاج. اما انا فالحمد لله برك تدخلي كتاخدي البرنامج ديالك اللي فيه بزاف ديال الخطوات، والحمد لله في كل مره كنحاول نكتشفوا طرق جديده ديال العلاج، اساليب جديده، وهكا باش المتشنجات ديالي ما كتحسش بالملل وكتدوز في اجواء مزيانه. وكيف قلت لكم الحصص كتراوح عندي من في النهار بيان سور من 3 ديال الحصص ديال لي سيونس حتى ل5. وكل سيونس عندي عندها الطرق كيفاش كنعالجوها، عندها اساليبها، وعندها ابتكاراتها. وبالنسبه للخدمه فما كنخدمش اوديو وما كنخدمش ميساجات، كنخدم باغ تليفون هكا، كنخدم معاك مكالمه صوتيه باش كنخدموا معاك على واحد التمارين اللي معينه، وكنخدم معاك باساليب كيف قلت لك وطرق جديده اللي ابتكرناها. وهذا ما كان. الا بغيتي انك تعالجي وتاخدي اول خطوه او اول حصه ديال العلاج، فكنتمنى انك تدخلي لصندوق الوصف وتاخدي رقم الهاتف وتحاولي انك تواصلي مع السيده اللي كتاخذ المواعيد، ومرحبا بك في العلاج. وإلا بغيتي تبداي رحلة الشفاء وتحرري حياتك، مرحبا بك معنا، وأنا غادي نرافقك خطوة بخطوة حتى يتحقق الحلم اللي طالما كان صعيب بالنسبة لك. دمتي بخير عزيزتي.